اللقاء ديال صباح اليوم اللي كان تيهم اولا الاستعدادات للاستحقاقات المقبله ان شاء الله. اذا كان عرض ديال السيد رئيس الحكومه، ثم عرض مختصر ديال السيد وزير الداخليه، ثم التدخلات ديال الامناء العامين للاحزاب اللي متواجده داخل البرلمان. اذا بدا النقاش حول الاستحقاقات المقبله ان شاء الله. كاين عده قضايا مطروحه وعلى راسها بطبيعه الحال اللوائح الانتخابيه. اذا كاين هناك وجهات نظر مختلفه، وجهات نظر حزب الاستقلال واضحه، وان التصويت بالبطاقه الوطنيه يعني كل من يحمل البطاقه الوطنيه يجب ان يكون ضمن المسجلين وضمن المصوتين والمرشحين كذلك. كان عندنا طلب لازم نتشبث به هو اللجنه المستقله لتنظيم الانتخابات، هذا يناقش. النقطة الثالثة بالنسبة إلينا هي العتبة. اليوم كاين توجه عند مختلف عند باقي الأحزاب. إذا كاين اختيارات، إما أننا ما نساهموش جميعا في البلقنة ديال الحقل السياسي وخصوصا تواجد عدة أحزاب داخل البرلمان، وإما أننا نوسعوا لمشاركة كل الأحزاب السياسية في المغرب. إذا هذا اختيار بالنسبة لحزب الاستقلال. حنا دائما تنقول أن يجب رفع العتبة أولا باش نأطروا العمل، أن 8 الأحزاب اليوم متواجدة داخل البرلمان، والشعب المغربي يلاحظ خلافات المتواجدة، ما بالك إلا كان 9 أو 10 أو 12 ديال الأحزاب. ولهذا حنا هذا نقاش ما كاينش قرار، ولكن كاين آراء اللي مطروحة النقاش. كاين فيما يخص الشفافية وفيما يخص التطورات اللي خصنا يعرفها المسلسل الديمقراطي، وخصوصا أن الشعب في حاجة إلى المشاركة. إذا باش تكون مشاركة قوية تنقولوا خصنا بدها تكون إشارات قوية عبر ميثاق أخلاقي ما بين الأحزاب السياسية المشاركة، وكذلك قضية استعمال المال واستعمال بعض إما مسائل قبلية وإما مسائل دينية. إذا هناك عدة قضايا اللي مطروحة للنقاش. فيما يخص اللائحة الوطنية كذلك هنا نقاش، وكاين طرحات عدة سيناريوهات. كاين الأحزاب التي ترى أن توسيعها لأن في إطار المناصفة لتشمل على الأقل 30% بالنسبة للمرأة، وكاين عاود اللي تيقترح أنه هذه اللائحة الوطنية يمكن لا تمشي للأقاليم أو تضاف للوائح الإقليمية. إذا هذا النقاش. إذا هذه بداية النقاش، غتكون لقاءات أخرى إن شاء الله اللي غادي يحسبوا موقف الحزب. المؤسسة اللي هي مخولة النقاش في هذه القضايا ستجتمع وستقرر. أما الآن كاين تصورات وكاين اقتراحات وكاين نقاش. التنسيق مع أحزاب المعارضة خاصة حزب الاتحاد الشرعي؟ لا، احنا اليوم ما فيش معارضة وأغلبية. اليوم كاين استحقاقات غتشارك فيها الأغلبية وغتشارك فيها المعارضة، واستعدادات للحكومة المقبلة، وهذا التنسيق سيكون مع كل الأحزاب السياسية.